شارك من 25 ولاية. إذا المشاركة كانت متميزة ومكثفة طبعا بأسماء فنية كبيرة. فيها أسماء فنية كبيرة، وفيها مجال 3 مجالات تقريبا. مجال الفنون التشكيلية أو اللوحة التشكيلية، فيها كذلك النحت، وفيها الصور الفوتوغرافية. يعني 3 مجالات في مجالات. نعم. ولكن في الفن التشكيلي عادت الجائزة الأولى نعم. بجدارة واستحقاق إلى الفنان التشكيلي نعم. سليم بوهالي. نعم. تحدثنا ربما عن خوض غمار هذه المنافسة، إحساسك كفنان، لأن التتويج للفنان يعطيه ربما دفع جديد طبعا للعطاء وللتميز في مجال طبعا الفن الحاجة التشكيلي. المميزة في البداية هو ال- طريقة التعبير بصفة عامة كانت نعم. متنوعة جدا، حيث نجد نلاحظ في هذا الصالون كان هنالك كل المدارس، حيث لاحظنا المدرسة الواقعية، التعبيرية، التجريدية، التكعيبية، كلهم كانوا الانطباعية، السرية. إذا لاحظنا تنوع كبير في طرق التعبير في هذا الصالون. طبعا في نهاية الأمر كانت هناك لجنة التحكيم اللي فصلت في هذا، وهذا لا يعني أن هذا العمل هو ممكن فنيا، لا يعني إقصاء لباقي الأعمال. نعم. إذا نعم. كل أعمال كانت مميزة، وكل أعمال كانت فنيا جميلة جدا. نشاهد ربما حتى نمتع أنظار السادة نعم. المشاهدين بهذه اللوحة التي حازت على الجائزة الأولى في مهرجان أو في صالون جورجولا للفنون التشكيلية الرابع. أعطينا فكرة على ربما الموضوع اللي عالجته، على التقنية المستعملة، على الألوان المعتمدة. إذا بالنسبة لهذه اللوحة، هي طبعا لوحة تمثل منظر طبيعي، لكن طريقة تناول هذا المنظر الطبيعي هو المختلف. طريقة تجمع بين المدرسة الانطباعية تقريبا ونوعا ما تجريدية أو تكعيبية، الخروج عن المألوف في هذا العمل، وهذا ما أعجب به الزوار. المزج بين الانطباعي والتجريدي. طبعا هي نعم، جميل. الخروج من الانطباعي إلى أو تناول المدرسة الانطباعية بطريقة مميزة، مغايرة. أي بألوان مميزة، بأشكال مميزة. هذا هو هل هذا ربما لأنه الفنان ابن بيئته، يعني يكون هذا طبعا الحنين، يكون هذا الرجوع للأصل. طبعا هل هذا المنظر يعني أنا نشوف وكأنه يجسد منطقة بسكرة؟ لا، طبعا هي القنطرة بالتحديد، مسقط رأسك. مسقط رأسي. وكذلك من ناحية أخرى نلاحظ في هذه الأيام هروب عن تقاليدنا وثقافتنا، العادات فعلا. لذا بهذه الطريقة من الناحية الفلسفية تنبيه للرجوع إلى البنايات القديمة وطرق البناء القديمة وثقافتنا بصفة عامة. فعلا خاصة وأنه بسكرة هي من ولايات الوطن التي تزخر بثقافة وبعادات وتقاليد تعطي المادة الأولية للفنان لأن يبدع وأن يجسد كل هذا الثراء. لا، الجزائر جميلة بكل أماكنها، وأينما ذهبنا نجد مناظر جميلة. أكيد. لو نتحدث الآن، نبتعد ربما عن هذا الصالون الرابع، صالون جورجولا للفنون التشكيلية، ونتحدث عن مشاركات بالأحرى سليم بوهالي كفنان. أنا تخرجت سنة 1990، شاركت في ملتقى مدارس البحر الأبيض المتوسط هنا في الجزائر العاصمة. شاركت في الصالونات الوطنية، من بينها مثلا تبسة، قالمة، بسكرة، قالمة عدة مرات، سطيف مغاربي، مهرجان مغاربي. ولأول مرة أتحصل على جائزة إلى بهذه الأهمية أو بهذا. كيفاش كان إحساسك وأنت؟ طبعا الواحد يكون إيمي. نعم طبعا. يحس إحساس مختلف طبعا لما وهذا يزيد مسؤولية أكثر باش ينجز عمل أكثر، لأن الآن تحصلت على الجائزة الأولى. هذا يعني أنه المطلوب منك أن تنجز أحسن من هذا في المستقبل، وهذه مسؤولية وتكليف بمسؤولية أكبر في المستقبل، بأن تحافظ على هذا الرتبة أو هذا المستوى. نعم. إلى أعلى. نعم. الدرجات. أعتقد أنه الجائزة بلوغ المرتبة الأولى هو من الأشياء التي يتمناها كل مشارك وكل فنان، لأنه كما قلت تعطيك دفع جديد وروح، وتفتح شهية الفنان لأن يبدع أكثر. ولكن هناك شيء آخر يفيد الفنان
ويسعد الفنان إن صح التعبير هو التقاءه مع فنانين من مختلف ربوع الوطن، وخاصة كما ذكرت سليم أنه إن لم نقل جل أغلب المدارس الفن التشكيلي كانت حاضرة في مختلف الأعمال التي شاركت في هذا الصالون. يعني لو تعطينا فكرة عن أهمية هذا الالتقاء. طبعا هو الفنان بصفة عامة لا يمكن أن يكون فنان مبدع دون أن يتعلم من الآخرين، دون أن يطلع على ما يقوم به الآخرين. لذا يجب هذا النوع من الصالونات وهذا النوع من المعارض، وهذا راح يزيد دفعة أخرى، ويعلم المبدع بصفة عامة أنه لا يمكنه أن يبدع دون أن يطلع على ما هو موجود. نعم. الإبداع يكون بعد أن الاطلاع. فعلا. يبدأ البحث، بعد الاطلاع يبدأ البحث. لذا هذه الصالونات راح تسمح لنا باش نشوفوا الأعمال تاع زملائنا الفنانين الآخرين، باش تعطينا دفعة أخرى ومحاولات أخرى للإبداع. نعود اللوحة التي حازت بالمرتبة الأولى. هل من عادة سليم بوهالي أن يمزج بين مدرستين كما حصل في هذه اللوحة بين الانطباعي والتجريدي؟ لا، هي سابقة. هي محاولة. عندي موضوع نجزت فيه مجموعة من الأعمال كلها تتناول هذه الطريقة، طريقة الهندسة المعمارية القديمة، ثم محاولة معالجة هذه الهندسة المعمارية بطرق وسيلة تعبير حديثة، وهي تكعيبية نوعا ما، تجريدية إلى حد ما. نعم. أعتقد كما قلت سليم هذا التتويج يثقل من مسؤولياتك طبعا اتجاه الفن التشكيلي. ربما ما هي الآفاق التي يعني تفتحت أمام سليم بوهالي كفنان تشكيلي لحد الآن؟ طموحاتك لحد الآن ما زلنا في هذا الصالون، هذا اختتم بالأول أمس. طبعا راح يبدأ الواحد يفكر في مواضيع أخرى، وممكن في معارض أخرى، ممكن في مشاركات أخرى. هذا هو نعود الآن إلى كم أشرت لشيء مهم جدا وجميل جدا، أن يحرص الفنان على خاصة في مجال الفن التشكيلي أن يبرز ثرائنا الحضاري والتاريخي والثقافي من عادات وتقاليد كبيرة جدا منتشرة عبر مختلف ربوع الوطن من خلال أعمالك الفنية. أهم المواضيع التي تكون حاضرة بصفة وبنسبة كبيرة في أعمال الفنان سليم بوهالي؟ مواضيع متنوعة، حيث لاحظنا في المدة الأخيرة هذه لاحظنا تناول مواضيع مثل المدرسة الهندسة المعمارية، لكني تناولت مواضيع أخرى وعالجت مواضيع أخرى، من بينها الأمومة وعلاقة أفراد العائلة بعضهم البعض، لأن نشوف احنا في المجتمع تاعنا اليوم شغل كاين هناك تفكك، ما نقولش تفكك، تباعد نوعا ما عن افراد الاسره عن بعض. اذا هذا الموضوع كذلك تناولته في عده لوحات وبتقنيات مختلفه، حيث استعملت مثلا الالوان المائيه، استعملت الاكريليك، استعملت الالوان الزيتيه كما في هذه اللوحه، وإن شاء الله فيها وتبقى تبدع وتفكر في الجديد والمتميز في مجال عملك كفنان تشكيلي. احنا نتمنى لك النجاح والتوفيق والمزيد من التألق وجوائز وتتويجات أخرى إن شاء الله. شكرا. من الفن التشكيلي وحضور الفنان التشكيلي سليم بوهالي في هذا الحوار الشيق الذي جمعنا به إلى أحلام الأطفال. وأحلام الأطفال جميلة وتكبر وتتحقق وتتسع حين تحظى بالرعاية والمتابعة من قبل المحيط العائلي وحتى المدرسة والمحيط الخارجي عموما. محمد هو طفل يمارس رياضة الملاكمة، هذا الفن النبيل، ويحلم أن يرفع الراية الوطنية وأن يحقق ألقابا عالمية مستقبلا إن شاء الله. نتابع ونقترب من محمد هذه الموهبة الجميلة من خلال ركن مواهب، وهذا الركن تقدمه لنا أو من إعداد زميلة فاتحة